في زاوية محطة قطار مهجورة جلست فتاة ترتدي زي المدرسة، تحمل كتابا بين يديها وكأنها تقرأ لتنسى. كانت الشمس تميل نحو الغروب، ترسم ظلالا طويلة على الأرض المتشققة وتغمر المكان بضوء ذهبي حزين. لم تكن تنتظر قطارا، بل كانت تنتظر شيئا آخر، ربما رسالة أو لقاء أو حتى لحظة صدق من قلب غاب. حقيبتها الحمراء بجانبها ودفء كوب الشاي في يدها، لكن البرد الحقيقي كان يسكن داخلها، حيث لا تصل إليه الشمس ولا الكلمات. كل يوم تأتي إلى هنا، تجلس على نفس المقعد، تقرأ نفس الصفحات وتستمع إلى صمت لا يكسر إلا بصوت الريح. كانت تحب هذا المكان لأنه يشبهها، قديم، صامت، منسي، لكنه لا يزال واقفا ينتظر. تمر القطارات دون أن تتوقف، تمر الأيام دون أن يتغير شيء، لكنها تبقى، لأن في قلبها وعدا لم يكمل، وحبا لم يفهم، وذكرى لا تموت. وفي كل غروب كانت تقول لنفسها: ربما غدا، ربما يأتي القطار الذي يحمل الإجابة.